كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو من مواليد 5 فبراير 1985. ولد ونشأ في جزيرة ماديرا البرتغالية. المعروف بكريستيانو رونالدو هو لاعب كرة قدم برتغالي يلعب كمهاجم. يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم. حصل رونالدو على 5 كرات ذهبية، وهو أول لاعب يفوز ب4 أحذية ذهبية أوروبية، وقد فاز ب32 بطولة رسمية في مسيرته، من ضمنها 7 ألقاب دوري و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب واحد في بطولة أوروبا، ولقب البطولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية. يحمل رونالدو الأرقام القياسية لأكثر عدد من المباريات 183، والأهداف 140، والصناعة 42 في تاريخ دوري أبطال أوروبا. وأكثر من سجل أهداف في كرة القدم الدولية 120، والأكثر مشاركة دولية 197. وهو أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا في أكثر من 1100 مباراة رسمية في مسيرتهم، وسجل أكثر من 800 هدف رسمي مع الأندية والمنتخب، كما أنه اللاعب الوحيد الذي سجل في 50 نسخ لكأس العالم، والوحيد الذي شارك وسجل في 50 نسخ من كأس أوروبا أيضا. وهو أكثر من شارك في مباريات البطولة 25 مباراة، والهداف التاريخي لها 14 هدفا. بدأ مسيرته في نادي سبورتينغ لشبونة قبل أن يوقع مع مانشستر يونايتد بسن 18 عاما في عام 2003، بعد فوزه ببطولته الأولى كأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسمه الأول في إنجلترا. وساعد اليونايتد على الفوز ب3 ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة واحدة في دوري أبطال أوروبا، وبطولة واحدة في كأس العالم للأندية. وفي سن 23 حصل على جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم من الفيفا. في عام 2009 أصبح رونالدو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عندما انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في صفقة انتقال بلغت قيمتها 80 مليون جنيه استرليني. فاز رونالدو ب15 لقبا، من ضمنها لقبين دوري ولقبين كأس و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا. وأصبح الهداف التاريخي للنادي بعد انضمامه إلى مدريد. أنهى رونالدو في المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 3 مرات، ثم فاز بالكرة الذهبية بشكل متتالي في 2013 و2014، وكررها مرة أخرى في 2016 و2017. بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في عام 2018، أصبح رونالدو أول لاعب يفوز باللقب 5 مرات في النسخة الحديثة. في عام 2018 وقع مع نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال بقيمة 100 مليون يورو كأعلى مبلغ انتقال يدفع للاعب تجاوز سن 30، وهو أعلى مبلغ يدفعه أي نادي إيطالي عبر التاريخ. فاز بلقبين في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقب في كأس إيطاليا في المواسم الثلاثة له مع النادي، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد في عام 2021. غادر في عام 2022 بعد إنهاء عقده مع النادي. في عام 2023 وقع رونالدو مع النصر السعودي.